اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. استكمالا للحلقات اللي بنتكلم فيها على الدارك نايتس، النهارده هنتكلم على شخصيه جديده وهي زاد راوند. ناخد فكره عنها وعن قدراتها في الكوميكس. زاد راوند هي شخصيه تبع دي سي كوميكس او زوليا في الكوميكس. كان في شهر سبتمبر سنه 2017، الكلام ده كان في العدد رقم 1 من سلسله الكوميكس دارك دايز ذا كاستنج على ايد الكاتب سكوت سنايدر. اسمها الحقيقي هو برايس وين، من ارث نيجاتيف 11 في الدارك مالتيفيرس. الكون بتاعها الاجناس فيه عكس اللي احنا عارفينه. ابوها مارتن وين بيتقتل، بتقرر انها تكون بطلة تكافح الجريمة. بتسمي نفسها بات وومن، مقر عملياتها بيكون مدينة جوثام. بترتبط بسيلفستر كايل اللي هو بيكون نظير سيلينا كايل كات وومن، بيتقتل على ايد الميتا هيومنز. بتقرر الانتقام، وفي خلال 18 شهر تقريبا بتموت كل الميتا هيومنز على الارض. بترتاح وبتشوف ان دلوقتي العالم في امان. بس بنشوف ان اقوى وومن والاطلنطيين بيخرجوا من المحيط، بيقولوا احنا جايين في سلام. هي مش بتثق فيهم علشان هي مش بتعرف تثق في اي حد غير نفسها. بتعتبرهم خطر على البشرية وإن أكيد وراهم أجندات خفية. وبالفعل بيطلع إن عندها حق، مباحثات السلام دي بتقلب بعنف. هي بتاخد جنب سكان السطح. بنشوف إن هم ابتدوا ينتصروا على الأطلنطيين. بتسرق الترايدنت بتاع أقوى وومن وبتموتها بيه. بيبقى عندها أمل إن الأطلنطيين دلوقتي هيتعلموا الدرس وما يهاجموش سكان السطح تاني. بس اللي حصل العكس، الأطلنطيين بيقرروا إن هم ينتقموا لموت الملكة بتاعتهم. بيغرقوا أجزاء كتير من العالم بما فيها جوثام. هي بتفكر تشوف إن الحل الوحيد عشان تعرف تتكيف إنها تعمل عمليات جراحية وراثية على نفسها باستخدام دي إن إيه كائنات بحرية. هي شكلها بيتغير، بتكتسب قدرات واسعة. بيبقى عندها جيش من المخلوقات البحرية المهجنة اللي بيبقى اسمها ديد ووتر. باستخدام الترايدنت بتعرف تنتصر على أطلانتس، بس بيكون التمن غالي وهو إن العالم كله بيغرق. بتفقد الأمل في إنقاذ الكون بتاعها. يوما ما بتشوف إن البات سيجنال بتطفى. بتروح تشوف إيه اللي حصل، بتقابل باتمان هولافز اللي بيشرح لها ليه العالم بتاعها محطم ومنحرف. بيشرح لها الدارك مالتي فيرس وان في مالتي فيرس تاني هم عايشين في ظله. هي بتتحمس عشان تشوف المكان ده، بتقول له خدني معاك. وبتسمي نفسها زاد راوند. بتنضم للدارك نايتس بتوع برباتوس، وبعد ما بيوصلوا ارث زيرو هي بتساعد ميردر ماشين في السيطره على الواتش تاور. بتطلع على مدينه امنستا باي، بتحاول تغرق المناره بتاعه ابو اكوامان باستخدام موجات من الدارك ووتر. بتخش في معركه قصاد اكوامان وميرا، بس هي بتطلع اقوى منهم هما الاتنين، اقوى جسديا جدا جدا من اكوامان. وبتلغي الهيدروكينيسيس بتاع ميرا، بتستدعي لهم جيشها من الديد ووتر. وبتتلاعب بميرا وبتخليها واحدة من الجيش ده. كانت على وشك انها تموت اكوامان، بس بيجي دكتور فيت وبينقذه في اخر لحظة. عشان مفيش اي حد دلوقتي قادر على ايقافها، هي بتحول امنستا باي لنسخة مطابقة من جوثام في العالم بتاعها. بعد كده بتروح جوثام تساعد باتمان هولافز في القضاء على المقاومة. 4 من الجاستس ليج كانوا بيدوروا على الناس ميتال، بيتحبسوا في بات كيفز. هي بتعرف تتغلب على اقوى مان وبتخلي ميرا تهاجمه، وبيبقى مصدوم ومخضوض للغايه من الشكل اللي اتحولت له ميرا. هي بتقبض عليه بعد كده، وبنشوف ان سايبورج بيحرره وبيساعده على الهرب. اقوى مان بمساعده ديس ستروك بيلاقوا اخيرا الناس ميتال، بس بلاك مانتا بيكون عامل لهم كمين. بيجي مجموعه من الدارك نايتس عشان يقبضوا عليهم، بيكون في وسطهم زاد راوند. هو بيقسم لها ان هو عمره ما هيبطل قتال، وهي بتقول له انا مصدقاك. وبتاخدهم على جوثام. بيجي لها شكوك بعد كده ان اللي بيعملوه دلوقتي من افعال عكس تماما ما يعنيه كلمه بطل. بس هي بتقول انا عندي استعداد ادمر المالتي فيرس بالكامل في سبيل ان انا ارجع الكون بتاعي. في المعركه بتاعه الدارك نايتس قصاد ريفن وفلاش وسايبورج على متن التيما سول، هي بتخش في معركه قصاد ريفن. وفي المعركه الاخيره قصاد الجاستس ليج هي كانت على وشك انها تموت اقوى مان، بس بنشوف ان باتمان بيرمي عليه بات رينج مصنوع من التنس ميتال. دلوقتي اقوى مان لابس درع من التنس ميتال وبيموتها باستخدام الترايدنت الخاص بيها. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراتها. هي عندها تحكم قوي للغايه بالميه، بتعرف تتنفس تحتها، شفاء بشكل اسرع، كثافه في العضلات والانسجه. تعمل نوع من انواع الدارك هيدروكينيسيس بيخليها تحول اعدائها لوحوش وتسيطر عليهم. قوة بدنية كبيرة جدا، قدرة عالية على التحمل، المتانة، حواس معززة، مقاتلة بالأيدي ممتازة، عبقرية، بتفهم في الكيمياء والهندسة الميكانيكية وعلم الوراثة، وممكن نقول الأحياء البحرية، ومع الترايدنت بتاع أقوى وومن. بعد العمليات اللي هي عملتها شكلها اتشوه، بقى عندها شحوب جلد وشفايف، سنانها بقى لونها أسود، عينيها الشمال طارت. عندها حساسية قوية جدا للأضواء بسبب إنها قضت وقت كبير جدا في المحيط. هي بتمثل خوف باتمان إن هو يبقى عنيف في التعامل مع الميتا هيومنز، بالإضافة لحبه الشديد لسلينا كايل كات وومن وعدم استعداده إنه يخسرها. بالإضافة لده هي بتعبر عن قد إيه باتمان مش بيعرف يثق في أي حد تاني غير نفسه. بس كده، دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على كل حضور زاد راوند في الكوميكس. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس
انت ايه رأيك في الشخصية دي؟ شايفها اقوى ولا اضعف من الباقي؟ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية متنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.